السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هشارك معاكم يوم كامل من الصيام المتقطع لخسارة الوزن. ودايما انا بشجع الناس تبدأ لو عايزة تخس كويس وعايزة تخسر دهون تبدأ صيام متقطع، بجد هيفرق معاكم جدا. هنا انا عملت فطار سريع وبسيط جدا. طبعا انا مش هاخد نشويات في الفطار، لانه يفضل دايما لو احنا بنطبق صيام متقطع تكون الوجبة عبارة عن بروتين ودهون صحية وخضار. فانا هنا عملت بيض مقلي بقطعة زبدة فلاحي، طبعا تكون مصدر حيواني، او ممكن نستخدم سمنة بلدي برضو. ممكن ناخد اكتر من بيضة، يعني انا هنا عملت واحدة بس، ممكن ناخد 2 أو 3 كمان لو احنا مش واخدين نشويات. وكمان ممكن نحط عليهم اي جبنة موزاريلا مثلا تكون مصدر حيواني برضو، مش عليها اي جبنة نباتية، او اي جبنة تانية برضو عندكم تكون مصدر حيواني. هتبقى حلوة جدا وهتلاقوا نفسكم شبعانين يعني خالص، مش جعانين زي ما بتاخدوا عيش الصبح. وطبعا حطيت كده خضار، اي خضار كان عندك، مثلا عايزة تحطي جزر، فلفل، خيار، طماطم. وحطيت كده كمان فص يوستفندي كمان كانوا متقطعين، فحطيتهم معايا في الفطار، اكلتهم كده بعد ما فطرت. وهنا هعمل النسكافيه بتاعي بعد الفطار بحوالي ساعة. طبعا النسكافيه مش بيثبت الوزن خالص زي ما في ناس معتقدة. انا هنا استخدمت اللي هو بتاع مصر كافيه. النوع ده كان في ناس كتير قوي بتقول ان هو مر او كده، لا هو بجد طعمه حلو قوي، مش فارق عن النسكافيه التاني العادي خالص، وكمان سعره احسن. وكفايه ان هو طبعا منتج بلدنا، يعني بنشجع الصناعه المصريه. فانا بالنسبه لي اي حد عامل مقاطعه يقدر يجربه، بجد حلو قوي وهيعجبكم. وعاملين منه كمان كوفي ماكس، وعاملين منه 3 في 1. انا ما جربتهمش بصراحه، انا جايبه اللي هو الكلاسيك العادي وبجد عجبني جدا. هنا عملته كده مع حليب، وطعمه حلو قوي يا جماعه، ويعني مش حاطه سكر خالص. لان الحليب دايما بيبقى فيه يعني طعم كده مسكر لوحده. لو انتوا حابين بقى تضيفوا، ممكن تاخدوا نص معلقه سكر بس، او يعني تاخدوا سكر دايت لو انتوا حابين. بالنسبه بقى للسناك، بعد كده ما شربت نسكافيه طبعا، في ناس بتحب تاخد نسكافيه زيي برضو، عادي خدوا. عايزه تاخدي قهوه تمام، مفيش مشكله. عايزه تعتبري القهوه هي السناك بتاعك وتاخدي مثلا معاها تمر او مكعب شوكولاته دارك، تمام مفيش مشكله بقى، واستغني عن الفاكهه. انا هنا شربت القهوه بالحليب، يعني النسكافيه بحليب لوحدهم، واخدت بعدها يوستفندي كده، اخدت 2 ثمرتين منه في نص اليوم طبعا قبل الغدا. البرتقال واليوستفندي والجوافة والحاجات دي والتفاح من الفاكهة الحلوة جدا اللي هي مش بتزود الوزن، وممكن ناخد منها عادي خلال اليوم. لو اخدنا ثمرتين كده في نص اليوم كسناك هيبقى حلو جدا. النهارده بقى انا بجهز غدا سريع واقتصادي وحلو قوي، وكلنا بنحبه لما يكون الجو برد، بنحب نعمله عشان ندفى شويه. هو شوربه العدس. طبعا انا بحط كده نقطه زيت بسيطه قوي او حته سمنه، طبعا تكون برضو مصدر حيواني. وبقلب كده العدس، طبعا انا بكون غسله كويس قوي. بقلب العدس كده طبعا على حسب الكميه اللي انتوا عاوزينها. انا هنا مثلا حطيت كوبايه عدس على قد ال3 افراد. وهنا بقى نزلت بالخضار، بصلة، طماطمايه، كام فص توم، 3 مثلا. ولو عندك جزر قطعي جزر حطيها. انا ساعتها بصراحة ما كانش عندي، يعني ساعتها كان الجزر خلص، فعملتها من غير اي جزر. في ناس بتحط عليها بطاطس بس ده بيخليها تقيلة شوية، فانا بصراحة حبيت ان انا اعملها كده من غير اي حاجة خالص، يعني اكتفيت بالعدس والطماطم والبصل والثوم. وما كترتش توم برضو عشان الناس اللي بتعاني من القولون او كده، يعني تقدروا تعملوها خفيفة خالص بفصين توم بس وبصلاية كده يعني صغيرة. وطبعا انا حطيت المية هنا مغلية، اصلا كنت غليها في الكاتل عليهم بعد ما شوحتهم مع بعض كده. وطبعا اول يعني ما غلي شوية وطيت عليهم النار وسبته لحد ما استوى، والعدس استوى كويس، والثوم والبصل واهم حاجة يكونوا استوى كويس قوي، ولو حاطة جزر برضو يكون الجزر استوى. وبعد كده رفعتهم من على النار هضربهم بالهاند بلندر. لو انت طبعا مش عندك ممكن تسيبيه لما يبرد خالص وبعد كده حطيه في الخلاط تفرميه. المفروض الخطوه اللي بعد كده ان احنا بنحط العدس بقى، نرجعه تاني في الحله ونحط عليه ملح وكمون، ونحط عليه طبعا لو احنا عاوزين نعمله بالشعريه، في ناس بتحمر الشعريه الاول بعدين تنزل بالعدس. انا بصراحه حطيت العدس زي ما انتوا شفتوا كده، انا عملته بالهاند بلندر في نفس الحله، فحطيت بس معلقتين شعريه كده من غير ما احمرهم ولا حاجه عشان يعني يبقى صحي اكتر. معلقتين بس كده في الكميه كلها، وبجد كان حلو جدا وخفيف خالص. وانا اعتمدت كده ان هو يكون اخده من غير حاجه. وده الرغيف العيش ده انا وريتهولكوا، ده محمص برضو. الرغيف ده ممكن تعملوا اي عيش محمص اللي هو البلدي، تحمصوه في الفرن او الميكروويف، بجد بيبقى حلو قوي، تقدروا تاكلوه مع الشوربه، حلو جدا.
بس انا اكتفيت بالنسبه ليا، انا اكتفيت كده بطبق العدس ده وطبق سلطه كبير كده كل الخضار فيه، وحطيت طبعا عليه ليمون، عصير ليمون يعني. وهنا بقى اخر حاجه خالص هاخدها علبه الزبادي والموزه، ده يكون العشاء بتاعي. ويا رب اليوم يكون عجبكم. يعني بالنسبه لي اليوم ده حلو جدا، انا حاسه ان انا اكلت فيه حاجات كتير ومشبعه. وبلاش برضو في الناس اللي بتقعد تقول الاكل ده لو اكلته هتخن، لا مش للدرجه دي. يعني انا شايفين انا ما اخدتش مثلا في الفطار نشويات ولا في الغدا، والاكل معقول جدا وكميه معقوله برضو. لو حابين تاخدوا في الغدا على فكره مفيش مشكله خالص، لو انتوا حطيتوا مثلا رغيف بلدي زي ده كده جنبكم مقرمش كده ومحمص تاكلوا بيه العدس، هيبقى طعمه لذيذ جدا وحلو. وطبعا نخلي بالنا من السلطه وشرب الميه طول اليوم، يعني نحاول نشرب ميه يا جماعه على قد ما نقدر. الايام دي طبعا نزلات البرد مش هقول لكم، يعني انا بالنسبه لي طول الشتاء تقريبا تعبانه من البرد وكده، عشان كده مش دايما بعمل فيديوهات غصب عني والله سامحوني، وعشان يعني ابني برضو على طول الشتاء تعبان. فالحمد لله طبعا يعني نحاول ناخد بالنا الفترة دي وناخد حاجات فيها فيتامين سي ونشرب مية، ونخلي بالنا من صحتنا الايام دي، وربنا يعافينا جميعا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.